ازيك؟ خليني سريعا افكرك وافكر نفسي اننا اوقات بيبقى محتاجين ان احنا نشتغل على اكتر من سيكونس في البروجكت الواحد، بس ببقى عايز اشوف ايه اللي جوه السيكونس هنا وايه اللي جوه السيكونس هنا، والحقيقه ان الطريقه التقليديه ما بتحليش غير ان انا اشوف سيكونس واحد. تعالى هقول لك على ترتيب هيعجبك في التايم لاين، تقدر ان انت تشوف اللي جوه السيكونس هنا واللي جوه السيكونس هنا. يلا بينا. زي ما انت شايف كده السيكونس اللي مفتوح هو سيكونس فيرتيكال 9 في 16. بعد كده هقدر ان انا اروح لاي كليب انا حابب ان انا اعمل منه سيكونس سواء فيرتيكال او هوريزونتال، اعمل نيو سيكونس فروم كليب، هلاقي ان هو نزل لي السيكونس جنب السيكونس الاولاني. طيب اقدر ان انا بعد كده اسحبه بالشكل ده للجزء تحت اخر السيكونس لحد المنطقه الزرقاء دي، هلاقي ان هو حط لي الاثنين سيكونس فوق بعض بالشكل ده، والحقيقه ان ده بيوفر وقت كبير جدا. بدل ما اقعد اتنقل بين السيكونس ده والسيكونس ده، هقدر اشوف اللي هنا واشوف اللي هنا سواء هوريزونتال او فيرتيكال او مختلفين. وبس كده يا معلم، انا دكتور ماريو، اشوفك الفيديو الجاي وما تنساش تجربها بنفسك. سلام.